أداء صلاة الفجر نوع من السكينة والاطمئنان وأمان، ويقع المؤمن في ذمة الله. وليس المراد أن يكون المؤمن في ذمة الله أنه لا يصيبه أذى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم أحد ومع ذلك كسرت رباعيته وشج رأسه وأدمي عليه الصلاة والسلام. ولكن المقصود أن الإنسان إذا بقي يبقى على خير وعافية، وإن قبض يقبض وقد كان في ذمة رب العالمين جل جلاله. فكل سبب أدى إلى المحافظة عليها يجب أن يشرع المؤمن ويسعى إليه، وكل سبب أعاق عنها أو حرم منها أو منع إياها فيجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عنه ويتجنبه، لأنه لا جمع بين الاثنين. الله تبارك وتعالى خلق الناس منكم مؤمن ومنكم كافر، وبين لعباده النجدين، وأداء صلاة الفجر جماعة من أعظم أسباب التوفيق.